سمعتي ولا ما سمعتيش؟ بركه ما تجري مورا الدنيا، بركه ما تهفتي مورا الدنيا، بركه ما تجمعي مطمع في الدنيا، بركه ما تسمحي في صحتك وكتجري مورا الدنيا. تكيسي على راسك وعلى عظامك، واللي وصلتيها اليوم هي هذيك، واللي ما وصلتيهاش العام الجاي سيري بشويه. تكيسي، ضربي الفقد في صحتك، ضربي الفقد في راسك، ضربي الفقد في قلبك، ضربي الفقد في تحاليلك. ناكل دغمه بارده وناكل دغمه زينه ومشي عاب شويه عليا، واللي ما وصلتها رجا في الله، والهلا يخلي البوارت ما يورد. هاكا تضربي تماره وتجري في الفيافي صباح وليل، وانت عاد تجري نهار تيغمضوا عينيك ولا تيجي ياخذ حقه. تكيسي على راسك، تكيسي على صحتك، تكيسي على سلامتك، تكيسي على عقيلك، تكيسي على صحيحتك وداكشي اللي باقي من الصحيحه ديالك. الله يصاوب لينا وليكم كاملين. انا كنعطيكم هذا الشيء باش ديروا ما يبان عليكم، وردوا بالكم مع صحتكم حيت هي اللي دايما عليكم. ويلا ضحك البخيل عند الكريم تبعت، وصبح نبيتها فشان وصبحها فشان، وحنا تايبين لمولانا عظيم الشان. سيدنا الله تعالى ما كيخيب حتى واحد، ولكن اللي كيبقى فيك انك طيحي بين يدي العباد اللي ما غاديش يرحموك. ديري علاش تولي، وديري علاش تولي، وديري علاش تولي اللي ثقه في الناس كاملين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واحد الحاجه كنعانيو بزاف منها حنايا النساء، يعني العيالات كافه كنعانيو من هذه الحاجه اللي غادي نطرحها معكم دابا. تبعوا الفيديو من الاخر، من الاول حتى الاخير، راكم غادي تستافدوا مزيان. وهذه الحاجه اللي غادي نقول لكم راه بزاف النساء كيعانيو منها، هو النساء اللي ما كيوازنوش بين الخدمه وبين الحياه ديالهم. كاينه مسكينه اللي حياتها ضاعت في الخدمه وما شافتش راسها، حتى طرا اللي طرا وعاد فاقدات، وعاد بقات ترجع وتقول يا ريت كل الايام رجعت بيا اللور، ولكن لقات فات الاوان ما بقاش ليها الوقت. هادشي اللي بغيت نهضر معاكم فيه، وكنتمنى يا ربي تكونوا الفيديو يعجبكم وبارطاجيوه مع الناس اللي عزيزين عليكم، وديروا تعاليقكم. علاش لا ما نناقشوش بحال هاد المواضيع هذه بدل التفاهه؟ بصراحه في هذا الوقت اللي عايشين فيه راه ولات الحياه سريعه كيف ما كنشوفوا، وسريعه بزاف. ما حيلتك الخدمه، ما حيلتك المسؤوليه ديال وليداتك وديال دارك، ما حيلتك المسؤوليه ديال وليداتك وديال الزوج وديال الدار. كل شيء كيتخربق عليك، وكل شيء كيتجمع عليك، وكل شيء كيتجمع فوق راسك. وكاينين بزاف ديال النساء اللي كيحسوا براسهم تايهين، ما عارفينش كيفاش يلقاو الراحه وسط الضغط كامل. والمشكل الكبير فيه، المشكل الكبير هو اننا ولفنا نحطوا راسنا في هذه اللائحه هذه. كنخدموا، كنعتنيو بالناس، كنضحيو على الوليدات وعلى الراجل، ولكن شكون كيعتني بينا حنا؟ التوازن ماشي انك تكوني كامله في كل حاجه، ماشي انك تكوني بريفكت كيف ما كنقولوا، لا. التوازن هو انك تعيشي مرتاحه نفسيا، حتى الا ما كانش 100%، ولا ما كانش كل شيء منظم 100%، ماشي مشكل. وغادي نسولكم واحد السؤال، سؤال اي سيده كتسمعني: شحال من مره حسيتي براسك عييتي ولكن بقيتي كتكملي؟ علاش؟ غير حيت خاصك تباني قويه. وشحال من مره قلتي ماشي مشكل ولكن في الحقيقه كنتي محتاجه غير ترتاحي؟ هادشي كامل كيوقع حيت ما كنعرفوش نحطوا الحدود لراسنا. اول حاجه خاصنا نتعلموها هي نقولوا لا. ماشي اي حاجه خاصك تقبليها، سمعيني مزيان، ماشي اي طلب خاصك تنفذيه، ماشي اي حاجه خاصك تقولي عليها لا. ضروري قولي لا لشي حاجه كتضرك، ماشي اي حاجه تقولي عليها نعم. عفوا، ضروري تقولي لا لشي حاجه كتضرك، راكي في الحقيقه كتقولي نعم لراسك. ثاني حاجه، الوقت ديالك راه مهم، ماشي غير وقت الخدمه اللي عنده قيمه، لا، حتى الوقت اللي كتجلسي فيه مع راسك ولا كديري فيه شي حاجه كتبغيها راه ضروري. جربي غير ديري واحد الحاجه بسيطه، خاصي غير 30 دقيقه في النهار ليك راسك، بلا تليفون بلا ضغط، غير ديري شي حاجه كتبغيها. مثلا تمشاي، تصنتي شي حاجه كتبغيها كتعجبك، ديري شي جلسه هادئه مع راسك. جربي. ثالث حاجه، ما تقارنيش راسك بحتى واحد،
تقارنيش راسك بالنساء، بالصحابات، بالجارات. اي وحده كتبان لك راها عايشه مزيان عتقولي لا مالي ما نكونش بحال هذيك. لا، راه كيبان لينا في الانستغرام ولا في اليوتيوب ان الناس عايشين حياه متوازنه ومثاليه، ولكن الحقيقه راه ماشي هكاك. كل واحد عنده صراعات ديالو اللي ما كيبينهمش. انت ديري التوازن اللي كيناسب حياتك انت، ماشي اللي كيناسب الناس. رابع حاجه مهمه بزاف، الراحه ماشي ضعف. كاين اللي كيحس بالذنب ملي كيرتاح، بحال اللي خاصو يبقى ديما خدام، ولكن الحقيقه هي ان الراحه ضروريه باش نكملوا. الا بقيتي غير كتخدمي بلا توقف راه غادي توصلي لواحد المرحله ديال التعب النفسي والجسدي، ويمكن حتى تفقدي الشغف ديالك كامل. خامس حاجه، حاولي تنظمي يومك ولا نهارك، ولكن بلا ضغط. ماشي ضروري يكون عندك برنامج، غير حاولي تعطي لكل حاجه الوقت ديالها، خدمه، الراحه، العائله، الوليدات، وحتى انتي خلي راسك انتي اخر حاجه، ولكن تفكريه. وما تنسيش واحد الحاجه اللي هي مهمه، انتي ماشي غير وحده كتخدم او لا خاصك ضروري المسؤوليه. انت راكي انسانه وعندها مشاعر وعندها طموح تستحقي تعيشي مرتاحه. واللي بغيت نقول لك هاد الكلام ليك راه هو اللي غادي يريحك، وغادي ان شاء الله تعيشي واحد الحياه اللي هي هادئه. الحياه ماشي سباق، ماشي خاصك تثبتي لاي كان انك قويه ولا قادره على كل شيء. القوه الحقيقيه هي كانك تعرفي توقفي، ترتاحي وتستمتعي براسك. وإلا ما لقيتيش التوازن اليوم ماشي مشكل، حاولي غدا خطوه بخطوه وغادي توصلي ان شاء الله. واخا تكوني غير درتي تغيير صغير في نهارك راه كافي. وإلا عجبكم هذا المحور وعجبتكم هذه النصيحه هذه، كتبوا لي عليا في التعليق، واقسم بالله عندي بزاف ما نعطيكم. وإلا تبعتوني ان شاء الله، الا كنتي مراه وناسيه راسك عتولي مفكراه، وإلا كنتي عليك الضغط ما غيبقاش عليك الضغط، كتبي لي في التعليق مناش كتعاني وانا معاك. ما تنسيش تبارطاجي، وما تنسيش ديري اشتراك وزر الجرس باش اي فيديو حطيته ان شاء الله يجيك الاشعار وتستافدي منه، بدل التفاهه اللي حنا عليها دابا كنتفرجوا الشكا والبكا والمشاكل ديال الناس. لا اختي، ما بغيناش حنا نشوفوا مشاكل الناس، بغينا نشوفوا مشاكلنا ونحلوها بيدينا. لان علاش؟ عندنا حلول، عندنا الناس اللي يعطيونا حلول. شحال من وحده كتعطي مسكينه حلول، كتعطي نصائح محتوى زوين، ولكن ما لقاتش اللي يشجعها، وما لقاتش التشجيع والمبادره. علاش ما نتعاونوش بعضياتنا ونكونوا قد